ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا يعني باذن الله كده هنبدا السلسله دي باذن الله هتكون عباره عن مشوار الاحتراف او رحله الاحتراف باذن الله. دي هتبقى ليا وليكو، يعني هي مش ليا انا بس او مش ليكوا انتوا بس، هي ليا وليكو. طبعا احنا هنا هنبدا ان احنا مثلا احنا خسرنا دلوقتي ماتش. طبعا احنا مثلا دلوقتي خسرنا ماتش او كسبنا ماتش، سواء ده سواء ده. فاحنا هننقي الاخطاء او هنختار الاخطاء اللي احنا غلطناها في الماتش، وهندخل تدريب او هنتدرب ونحاول ان احنا نعدل الاخطاء دي، وبعد كده نرجع تاني نكمل نلعب ماتش ديفيجن، بحيث ان احنا ايه، ان احنا نكون مثلا اي خطأ احنا عملناه يبقى اتظبط او ما يتعملش تاني. طبعا احنا هنا اول حاجة عندنا، اول لقطات دي خاصة بان احنا ما كناش بنعمل ماتش اب، او كان المنافس بيعدي مننا بطرق غريبه وما كناش احنا بنعمل ماتش اب. يعني مثلا لقطه زي اللقطه دي، احنا لا هنا احنا هنا قطعناها. هنا برضو الغلطه ان احنا ما بصيناش صح. هنا بقى لقطه ايه، لقطه الجون، انا سيبته هنا يعدي، كنت ممكن على الاقل اعمل بريشر او اعمل ماتش اب. طبعا احنا هنا المفروض كنا نعمل ماتش اب، فدخلنا على طول هنا على التدريب. وانت بقى زي، يعني انت في في النقطه دي هتبقى زي، انت مثلا دلوقتي شوف انت في الماتش غلطت قد ايه، او شوف الغلطات اللي انت غلطتها، او مثلا ايه اللي ما بتعرفش تعمله، وهتخش التدريب تتدرب عليه. او انت معايا، امشي معايا واحده واحده. اول حاجه مثلا انت خش شوف الماتش اب بيتعمل ازاي. اساس الماتش اب معانا انا هشرح لك دلوقتي مثلا الماتش اب. انا لما في الفيديو انا كنت بعمل ايه، انا كنت بجري باللاعب كتير، يعني انا بجري باللاعب. المفروض اصلا الماتش اب الطبيعي اللي احنا بنعمله الصح، انت بتروح يمين بتروح شمال، بتروح يمين بتروح شمال، بتمشي بشكل عرضي، يعني بتروح بالعرض، بتمشي بالعرض. انا كنت بعمل ايه، انا كنت برجع لورا وبطلع لقدام، مش ولا يمين ولا شمال. فدي الغلطه، دي الغلطه اللي ما بتخليكش تعمل ماتش اب. وطبعا الماتش اب مبقاش زي الاول. يعني الماتش اب في الاول احنا كنا بتدوس على زر الماتش اب، الفان دايك بيقطع الكره لوحده، يعني فان دايك بيمد رجله 20 متر فبيقطع الكره لوحده. لكن حاليا محتاج منك شويه توقع، على يعني ان انت تروح يمين وشمال، ما تفضلش ترجع ورا لقدام. فاحنا هنا في النقطه دي هنبدا بقى ان احنا ايه، نتمرن على المرتده مره واتنين وتلاته، لحد ما نلاقي نفسنا احنا تمام، وبنجيبها كذا مره ورا بعض. اسيبكم بقى مع مع شويه لقطات كده من التدريب او من الشرح، هو بيعمل ايه بالظبط. زي ما انت شايف كده، هو بيوريني ان انا لازم أنا اروح يمين واروح شمال. طبعا هنا قطعناها، احنا رحنا يمين وخدنا الكوره. نكمل برضو، هنا بنروح يمين بنروح شمال بنروح يمين، زي ما انت شايف بالظبط. هتخش تعمل زي ما انا بعمل بالظبط. طبعا هنا احنا غلطنا، احنا هنا غلطنا في ايه، غلطنا ان احنا رجعنا لورا. بص بقى، هنا هروح يمين هروح شمال قطعتها. الموضوع سهل باذن الله، وفي الماتشات هتلاقيه بيظبط معاك، وهتلاقي نفسك بتقطع الكوره كتير. هنا بقى دخلنا ماتش، عشان ماتش طبعا تدريب، عشان نجرب كده نشوف الدنيا ماشيه معانا ولا مش ماشيه. هنا طبعا عملنا ماتش اب قطعناها. هنا دي كانت النقطه اللي جايه باذن الله اللي هي التسديد. فكنت بوريكم بس لمحه كده من التسديد. هنا برضه عملنا ماتش اب قطعنا الكوره. هنا برضه ماتش اب قطعنا الكوره. هنا احنا قعدنا نروح برضه يمين ونروح شمال، زي ما انت شايف، يمين وشمال، لحد ما في الاخر كرة خبطت قبل نهاية فينا واحنا الشوط راجعين يمين أم وشمال ينتظر تصحيح فقطعناها. الأوضاع بين هنا بقى الشوطين؟ اللقطة الموضوع اللي جاي او الحاجة اللي جاية اللي احنا والهدف هنشتغل يا عليها، جول! وهي التسديد. طبعا ده كان انفراد، فما ينفعش ان كان انفراد زي ده يضيع تحت اي بند. يعني تحت اي بند ما ينفعش انفراد زي ده انت تضيعه في ماتش، لان انت فرصك بتبقى قليله. يعني انت مثلا لو بتقابل حد محترف ورحت عليه بانفراد زي ده في ماتش، فانت بالنسبه لك كده انت هتخسر الماتش، او هتبقى مضيع على نفسك مثلا فوز او تعادل. فما ينفعش. فدخلنا احنا هنا قعدنا نظبط التسديده ونودي الاتجاهات صح، ويمين شمال. طبعا الغلطه اللي كانت في الفيديو ان انا عملت السهم
بزاويه صغيره قوي، ما راحتش بزاويه. يعني التسديده راحت في زاويه الحارس، لو كنت جبتها سنه صغيره يمين او قصدي شمال كانت هتروح جون. يعني مثلا زي اللقطه دي، هنا اللقطه دي انا جبتها ايه، سنه يمين باور عالي. انا طبعا كان الباور قليل وكمان ما كنت ظابط الزاويه صح. هنا طبعا دخلنا برضو ماتش تدريب، شوف هنا تقريبا نفس اللقطه وجبناها جون. فاحنا حسينا كده الجزئيه دي. طبعا انت هتخش تعمل نفس اللي انا بعمله بالظبط. هنا برضو بص، بزاويه وباور محترم، كره في ال90 مستحيل تتصد. طبعا الحاج ضيوف اساسا، يعني الحاج ضيوف كلنا بنلعب بيه. الحاج ضيوف اساسا الفينش عنده قليل، بس هو طبعا زي عمر جبريال باتيستوتا، طبعا هو عنده كل حاجه ماكس، بس كارقام هو الفينش عنده قليل. طبعا هنا اللقطه برضو الغريبه، الفاول اللي احنا ضيعناه جوه الماتش. ما ينفعش الفاول يعني تحت اي مسمى. انت الفاول ده بالنسبه لك لازم يبقى ضربه جزاء، لازم. طبعا هو الفاول ده صعب، انا متاكد ان هو صعب وكتير منكم ما بيعرفش يشوطه مهما اتدرب عليه. بس صدقني انت لازم تحاول مره واتنين وتلاته. هنا زي ما انت شايف كده الاهداف اللي انا جبتها دي، يعني اقسم لك بالله بعد معاناه 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 مع تضييع، يا اما تخبط في الحيطه، يا اما تخبط في العارضه. هنا واحده في العارضه اهي، يا اما تخبط اسمه ده في العارضه او في القائم. ايه ده، العارضه والقائم نفس الحاجه، ما علينا. المهم يعني تخبط في العارضه او تخبط في الحيطه او الحارس يمسكها. وجربت كذا طريقه، يعني انا جربت ما اشوطش حتى في الزاويه بتاعت الحيطه، وجربت اشوط في الزاويه الناحيه التانيه اللي الحارس واقف فيها، الحارس كان بيمسكها بكل سهوله. فهنا النقطه بقى، انت تشوط فاول ازاي؟ هقول لك. انا بعد تجربه كتير جدا انا اكتشفت ان الحته اللي بيتشاط منها الفاول او اللي بتيجي كل مره منها بنسبه كبيره هي الجزئيه بتاعت شفت انت كلمه تبديل الرؤيه؟ شفتها صح؟ الجزء بتاع تبديل الرؤيه ده ما تشوتش خالص من هنا، يعني ما تحولتش السهم من هنا خالص. انت هدفك ان انت كل اللي انت هتعمله الارتفاع زي ما هو، وهتعمل كيرف بايدك. وطبعا احنا كده وصلنا للاخر، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس باذن الله، واستنوا الفيديو